دورثيا بوينتي تزادت في 9 يناير 1929 فواحد البلاصة سميتها سان برناردينو في كاليفورنيا. دورثيا من الصغر حياتها ما كانتش سهلة بزاف، كانت جاية من واحد العائلة كبيرة بزاف، ولكن الأم ديالها للأسف كانت خدامة في مجال ديال الدعارة، وكانت بعض المرات تقدر دوز أيامات ما تجيش للدار، يعني كتغيب على الدار أيام وأيام، وبعض المرات كتقدر تسد على ولادها في الخزانة على أساس ما يوصلهمش حتى شي واحد، ما يحلو حتى شي حد، ما يخرجوش، ما توقع ليهم حتى شي حاجة. فهذيك هي الطريقة ديالها أنها تضمن أنهم يبقاو في أمان. للأسف هذا الشيء أكيد كيأثر بشكل سلبي بزاف على الدراري الصغار مساكن. المشكلة أن حتى الأب ديالهم كان شخص سكير، يعني مدمن على الكحول، فما كانش كيعاملهم أحسن معاملة، ما كانش قايم بواجبه كأب، فكان بعض المرات إلا سكران كيقدر يضربهم. المهم كانوا كيتعاملوا بشكل سيء من طرف الأب والأم، فحياتهم ما كانتش سهلة نهائيا.